اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين آمين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. عاد النهاردة جبنا عداية طماطم زي ما انتوا شايفين. قبل ما الطماطم تغلى هنخزنوها بإذن الله رمضان. ربنا يكرمنا ويوسع رزقنا ورزقكم يا رب إن شاء الله، ويرزقنا برزق رمضان ويرزقنا بالخير الوفير يا رب، احنا وانتوا جميع المسلمين، يجعل علينا يا رب رمضان بخير. هنا جبت الطشطة زي ما انتوا شايفين، وهنغسل الطماطم. ادعوا يا حبايبي معايا الأدهم، قولوا ربنا يكرمه وينجح هو واخواته آمين يا رب العالمين في الثانوية العامة، ويخلي له أم حبيبتي يا أم أدهم، ربنا يخليهم لك وتفرحي بيهم إن شاء الله، ويكرمهم ربنا بأحسن مجموع. ادعوا يا حبايبي الأدهم بحق الأيام المفترجة، ربنا يكرمه بالنجاح هو وعيالنا كلهم، ويديهم تعبهم آمين يا رب العالمين. ربنا يخلي لكم عيالكم ويدي كل مشتاق يا رب، ما يحرم حد في الأيام المفترجة اللي احنا فيها. بصوا يا حبايب، الطماطم هنا لازم تغسليها مرة واتنين عشان البودرة اللي بيرشوها عليها، وعشان زي ما انتوا عارفين الزرع طبعا، فالايه لازم تغسلي الطماطم دي مرة واتنين عشان تبقى حلوة ونظيفة معاكي، تبقاش فيها ولا بودرة ولا اي حاجة. ونشيلوا الوردة اللي بتبقى فيها دي من فوق الزرعة. الطماطم انا هنعزلها عشان نخلي شوية في التلاجة يكونوا ناشفين، نعملوا شوية سلطة نطبخوا منهم، عشان الصلصة هنخزنها. بعد ما غسلتها في الطشت هنا كمان خدتها على الحوض تاني، الحوض مصبناه طبعا وزي الفل. معلش عشان اللهم صل على رسول الله، كانت بنتي بتغسل برضه باقي الكمية في الطشت، وانا وقفت ادينا على الحوض هنا بناخد من وراها ندي فم تاني. وبعد كده نقعت في الجردل اللي انتوا شايفينه ده. هنا خدت الطماطم، كل اللي عليك يا حبيبتي هتجيب الطماطم تقطعيها نصين بس، لا هنقول لك يعني ولا هنقطعوها حتت صغيرة ولا حاجة، انت اقطعيها نصين كده الكمية كلها بتاعتك، وبإذن الله هنعملوا أحلى شوية صلصة إن شاء الله تخزنيهم لرمضان. العداية دي حبيبتي جارتي دي اللي بعتت لي الكرنب، بعتت لي بنتي قالت لي في واحد رايح السوق، يعني السوق الكبير، هيجيب طماطم للشارع كله. العداية ب100 جنيه، حلوة حلوة خالص خالص يعني. فربنا كرمني وجبت لي وحدة. المصفى دي اللي حطيت فيها اللي هنحطها في التلاجة، دي الطماطم اليابسة الناشفة. حطيتها في التلاجة. هنا كنت هنعمل حلتين، رحت قلت لا، جبت العجانية الكبيرة بتاعتي صبنتها صبينة حلوة، وهنكب فيها الطماطم وهنعمل على عجانية واحدة بدل ما نعملها في حلتين. هنقطع الطماطم كده زي ما انتوا شايفين، زي ما قلت لكم يا حبايبي نصاص بس. يلا يا حبايبي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وشاهدوا لك ده الإعلانات يعني ولا إيه. ويا ريت يا ريت تكتبوا لي تعليقات حلوة تفرحني وتجبر بخاطر أنا وبنتتي. شكل القناة مطولة يا جماعة، لسه يعني ما فيش منها قبض ولا حاجة دلوقتي. ادعوا لنا بالتسهيل، ربنا ييسر الدنيا. والله والله الأيام دي بنمر بأصعب ظروف، فادعوا لي، شكل الدنيا مش متظبطة معايا خالص. هنا بصوا يا حبايبي، حطيتش ولا نقطة مية. شوف الطماطم كمية المية اللي بقيت فيها كيف. بس انت لازم تغطي الطماطم الاول. شايفين العجانيه بنوريها لكم عشان ايه محدش يقول لا ده قالت في عجانيه وحطت في حله، زي ما بيكتبوا الجماعه اللي ايه مقدرهم ربنا على الكلام الزين، بيدخلوا في التعليقات يخلي الواحد يجي لك ده، يعني يخلوه يكره الدنيا وما عليه. يلا الله يجي ربنا يسامحهم ويدي كل واحد على كد افعاله. الطماطم ما تسهيش عنها، كل شويه تقلبي فيها عشان ما تلحقش من تحت، يعني عشان ايه، يعني عشان ما تتحرقش او ما تشيطش، كل واحد ايه على حسب لغته. كل شويه كده تغيبي وتغطيها، اسفه تقلبيها، بعد ما تقلبيها تروح مغطياها، تغطيها، هي نزلت البخار بتاعها، فاهميني؟ البخار ده هو اللي هيخلي الطماطم تطيبي معاكي. ادي الطماطم بتاعتي طابت وسيبتها لتاني يوم، الكلام ده كان في الليل. تاني يوم الصبح صحيت لقيتها بردت وزي الفل. هنضربها في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين، ناخد بشويه بشويه كده ونضرب في الخلاط. وبعد كده هنصفيها. انا يا حبايبي عيالي مش بيحبوا القشره هنا الطماطم تبقى في الصلصه، يعني ما بيرضوش بيها خالص، حتى في الطبيخ نفسهم بتجزع منها. فانت لو عادي عندك خلاص اضربيها وما تصفيهاش، لكن انا لازم كده نصفيها. دي بنت صغيره كانت بتساعدني هنا، خدت منها المعلقه وهنصفي انا. ربنا يبارك فيهم ويخليهم لي يا رب. ادعوا لهم يا جماعه ربنا يجعلهم من المستورين امين يا رب العالمين، هم وجميع كل الولايا يا رب. هنا صفيت الطماطم الكمية كلها زي ما انتم شايفين. حبيتش نطول عليكم الفيديو عشان ايه محدش يقول في التعليقات الفيديو طويل على ايه ويستاهل وما يستاهلش والكلام اللي بيتقال. بعد ما صفيت الكمية رفعتها على النار تاني
وحطيت لها سكر. السكر يا جماعة عشان يخليش الطماطم تعمل حرقان على صدرك ولا تعمل حموضة، يعني حموضة. وحطيت لها ملح عشان الملح مادة حلوة حافظة تحفظ الطماطم ما تخليهاش ايه تجرى لها اي حاجة معاكي. وحطيت لها بابريكا، جبت من عند العطار ب5 جنيه بابريكا، حطيتها ب5 جنيه كله. عشان الطماطم يا جماعة كانت ايه مبيضة شوية، شايفين لونها؟ يعني ما كانتش حمرة بالدرجة الكافية. رحت حطيت لها البابريكا كده زي ما انتوا شايفين، وهنقلبها كله في بعضه ونخليها تغلي معايا تاني على الشعلة. هتشوفوا اللون هيتغير كيف لما حطيت البابريكا، شايفين بسم الله ما شاء الله. اول ما هنقلبها هتشوفوا اللون هيتغير معايا كيف. هنا بعد ما حطيتها ب5 جنيه زودت حباية تاني كانوا عندي قدام في البترينة، عشان انا كنت عايزة اللون اغمق من كده شوية برضه. خلاص يا حبايبي شايفين بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. جابت كمية حلوة. هم قالوا لو جابوا تاني هنجيب نص عداية، يعني نجيب عداية. بس يوسع ربنا رزق ورد يا رب ان شاء الله، ويرزق برزق اخواتها يا رب. ولو اداني تاني فلوس هنجيب لي وحدة تاني عشان نعملها ببصل ونشيلها. لو عملنا كرومب لو عملنا محشي تبقى ايه جاهزة في التلاجة. والمكانش يمكن لو ربنا قدرنا كنت انا هنعمل نص الكمية دي ببصل، بس للأمانة يعني مش بندس منكم ما كانش عندي بصل، فعشان كده قلت خلاص خليها مرة تانية. شايفين الكمية اللي وريتها لكم، وفاضلين حباية في قعر العجانية برضه، هنجيب لهم اكياس تاني ونعبيهم. والله جبت نص كيلو الكياس يا جماعة ب32 جنيه. يعني كل حاجة ولعت موت موت. ربنا يكون في عون الناس وربنا يوسع على الجميع، امين يا رب العالمين. انا للامانه كنت قلت نعمل يعني شويه سخينه اللي هم ببصل، عشان لو عملت اي حاجه تبقى جاهزه في رمضان، لو شويه كرنب ولا شويه اي حاجه من اللي خزنتها معاكم. الا رحت لقيت ما عنديش بصل خالص، رحت قلت خلاص هنعملها صلصه على كده. لو ربنا وسع عليا وجبت وحده هنعملها ببصل، ما كانش يبقى ساعتها نعمل البصلايه ونسحب كيس صلصه جاهز. بس هنا بنتي بتعبي كده بالطبق زي ما انتوا شايفين على الكيس على طول، حاطه الكيس في شفشة الخلاط كده علشان الكيس ما يتفقعش منها هي وبتعبي. ادي بسم الله ما شاء الله. شايفين الصلصه يبقى لونها كيف؟ لونها يبقى حلو كده من ايه من البابريكا. في ناس بتحط لها فلفل احمر، الفلفل الاحمر بتاعنا، بس بصراحه انا في حاجات طبيخ يعني ما بينفعش فيها طعم الفلفل. هتقولوا لي زي ايه؟ يعني مثلا انا لو قدحت شويه ملوخيه ناشفه، لو عملت شوية سبانخ، لو عملت حاجة، مش بنحب بصراحة في الملوخية الناشفة ولا السبانخ طعم الفلفل، هيغير طعم الوكل. فعشان كده البابريكا مش بتدي أي طعم، بس بتدي لون حلو. وبعد كده ده حرية شخصية، كل واحد يعمل زي ما زي ما عاوز. وبإذن الله الأيام الجاية هنعمل وكلات اقتصادية مع بعض. هنعمل لك يوم أدهم البلوزة، وإن شاء الله هنجيب دهنة ونعمل لكم السمنة زي ما كنا نعملوها اللي قلبة الدنيا دلوك. وكله يقول لك ده اختراع يا حبايبي، دي بنعملوها من جدود الجدود، احنا بنسلو الدهنة ونعملوها. شوفوا معايا الفيديوهات الجاية، وأرجوكم شاهدوا لي الفيديوهات مشاهدات ضعيفة. سلام عليكم.